وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. حكايتنا النهاردة جاية من قارة أوروبا، من بلد الهمبرجر، من ألمانيا، من مدينة هامبورغ. في هامبورغ كانت بتعيش بنت اسمها جينيفر. جينيفر كان عندها 10 سنين. جينيفر كانت بنت جميلة، وشها كان جميل جداً، كانت أمورة جداً، بس وزنها كان 95 كيلو. جينيفر كانت بتحب تاكل الهمبرجر والبطاطس، بس كل الولاد في المدرسة ما كانتش بتحب جينيفر، وكانوا بيقولوا عليها التخين، وكانوا بيضحكوا عليها وما بيرضوش خالص إن هي تلعب معاهم. وجينيفر كانت بتبقى زعلانة. مامة جينيفر كانت بتحبها جدا، ودايما كانت بتشجعها وتقول لها يا جينيفر لازم تلعبي رياضة، عشان الرياضة مفيدة جدا للجسم. بس جينيفر ما كانتش بتحب تلعب رياضة، وجينيفر كانت دايما بتقول أنا ما حدش بيحبني، ومامتي عايزاني ألعب رياضة وأنا مش بحب الرياضة. وفي يوم جينيفر تعبت في المدرسة ووقعت على الأرض. الولاد قعدوا يضحكوا عليها وقالوا لها محدش هيقدر يشيلك عشان انتي تخينة. بس في ناس شافتها وبسرعة كلمت عربية الإسعاف علشان تيجي وتنقذ جينيفر. بسرعة عربية الإسعاف جت وخدت جينيفر على المستشفى، وبسرعة مامة جينيفر وباباها جريوا على المستشفى عشان يطمنوا على البنت. وأول ما عربية الإسعاف وصلت المستشفى بسرعة دخلوا جينيفر على غرفة الطوارئ، وكان في استقبالها دكتور ودكتورة. دكتور اسمه دكتور ألبرت، وكان معاه مساعدة اسمها دكتورة رونا. وبسرعة كشفوا على جينيفر وأنقذوا حياتها. وبعدين جينيفر فتحت عينيها وبصت حواليها، لقت دكتورة رونا واقفة وبتضحك لها. جينيفر عيطت وعيطت جامد. دكتورة رونا قالت لها انتي كويسة يا جينيفر، انتي خلاص بقيتي كويسة، ما تعيطيش. وراحت علشان تطمن باباها ومامتها وتقول لهم ان الحمد لله جينيفر بقت كويسة. بس قالت لهم ان جينيفر هتقعد في المستشفى لمدة يومين علشان يطمنوا على صحتها ويعملوا شوية تحاليل. وتاني يوم جت دكتورة رونا علشان تشوف جينيفر. دخلت لقت جينيفر مكشرة وزعلان. دكتورة رونا بسرعة كشفت عليها واطمنت ولقيتها كويسة، وسألتها قالت لها انتي زعلانة يا جينيفر؟ راحت جينيفر معيطة وراحت قايلة أنا ماليش أصحاب، أنا محدش بيحبني علشان أنا تخينة. وقعدت تعيط. دكتورة رونا اتخضت. ردت عليها دكتورة رونا وقالت لها أنا كمان ما عنديش أصحاب يا جينيفر، ممكن أبقى صاحبتك؟ سكتت كده جينيفر وفكرت، قالت لها ممكن نبقى أصحاب، بس دكتورة رونا طلبت منها طلب. قالت لها بس أهم حاجة لازم الأول تستأذني من مامتك، علشان ما ينفعش تعملي حاجة من غير ما تقولي لها. وفعلا جينيفر استنت لغاية ما مامتها جت وقالت لها يا ماما أنا عايزة أطلب منك طلب. قالت لها إيه يا جينيفر؟ قالت لها ممكن دكتورة رونا تبقى صاحبتي؟ مامتها فكرت شوية وقالت لها خلاص أنا موافقة. وفعلا جينيفر بقت صاحبة دكتورة رونا. وتاني يوم خلاص جينيفر ماشية من المستشفى، دكتورة رونا طلبت من جينيفر طلب. قالت لها علشان نبقى أصحاب أنا كل يوم هكتب لك جواب. جينيفر ردت عليها وقالت لها وأنا كمان هكتب لك جواب. وسلموا على بعض ومشيت جينيفر من المستشفى وهي معاها صاحبتها دكتورة رونا موجودة مستخبية في قلبها. وتاني يوم جينيفر راحت المدرسة وقابلت أصحابها اللي مش بيحبوها وما بيرضوش يلعبوا معاها. وبعدين روحت البيت، حلت الواجبات بتاعتها وبسرعة جابت ورقة وقلم وكتبت أول جواب لدكتورة رونا. كتبت لها قالت لها إزيك يا دكتورة رونا يا صاحبتي، أنا النهاردة كان يومي وحش جدا، كل الولاد قعدت تضحك عليا
ومحدش رضي يلعب معايا، وقعدت كلت سندوتش الهمبرجر لوحدي علشان أنا محدش بيحبني. وبعتت الجواب لدكتورة رونا. دكتورة رونا قرت الجواب وكتبت لجينيفر أول جواب، وبعتت قالت لها: إزيك يا صاحبتي، عاملة إيه؟ أنا النهاردة كان عندي مرضى كتيرة جدا في المستشفى. أنا كل يوم بشوف مرضى كتير، وإنتي كمان يا جينيفر بتشوفي مرضى، بس المرضى بتوعك مرضى في النفوس، بيأذوا الناس بكلامهم الوحش. بس خلي بالك، انتي المفروض يا جينيفر ما تزعليش من الكلام، ولازم تعرفي حاجة مهمة جدا، إن التخين بكرة يبقى رفيع، والرفيع بكرة هيبقى تخين. وبعتت لها الجواب. جينيفر فرحت جدا أول ما استلمت الجواب، وبدأت تقرأ الجواب. وأول ما قرت كلمة إن التخين ممكن يبقى رفيع والرفيع ممكن يبقى تخين، قعدت تفكر وتقول إزاي واحد تخين يبقى رفيع، وإزاي واحد رفيع يبقى تخين. وكتبت جواب لدكتورة رونا قالت لها: إزاي التخين يبقى رفيع والرفيع يبقى تخين؟ وبعتت الجواب لدكتورة رونا. ردت عليها دكتورة رونا وقالت لها: يا جينيفر، انت لازم تقري عن جسم الإنسان وتعرفي ايه الأكل المفيد وايه الأكل المضر. جينيفر استغربت جدا، هو في أكل مفيد وأكل مضر؟ وبدأت تقرأ عن جسم الإنسان وتروح المكتبة وتدور على الكتب، وعرفت معلومات كتيرة جدا. عرفت إن جسم الإنسان متكون من حاجات كتيرة جدا، وعرفت كمان إن الأكل أنواع، أكل بيضر وأكل مفيد. وبدأت تفكر إيه الأكل اللي أكله يفيد الجسم ما يضروش. وجينيفر بقت مشغولة جدا ما بين القراية والمذاكرة وإن هي تكتب جوابات لدكتورة رونا، ما بقتش فاضية خالص. وبعد فترة كتبت جواب جينيفر لدكتورة رونا، قالت لها: أنا قريت كتب كتيرة واتعلمت حاجات كتيرة، عرفت إزاي إن الإنسان ممكن ياكل أكل صحي ويحافظ على جسمه، وإزاي لما ياكل أكل مضر يأذي جسمه. ومن هنا جينيفر بدأت تفكر قبل ما تاكل أي حاجة، بتسأل نفسها: الأكل ده هيبقى مفيد ولا هيبقى مضر؟ ودكتورة رونا كتبت لها جواب وقالت لها: يا جينيفر، العلم سر السعادة. وبعد فترة جينيفر عزمت صاحبتها دكتورة رونا على عيد ميلادها، وجت دكتورة رونا علشان تحتفل مع صاحبتها. وفعلا لما جت لقت جينيفر خست جدا وبقت زي القمر، واصحابها كلهم واقفين حواليها وفرحانين وعمالين يغنوا. ولقت دكتورة رونا إن كل أصحاب جينيفر جم العيد الميلاد علشان يحتفلوا معاها، وعمالين يغنوا ويرقصوا وفرحانين جدا. دكتورة رونا حضنت جينيفر وقالت لها: كل ما حد يزعلك اكتبي لي جواب وافتكري إن أنا صاحبتك. ودعت لها بالسعادة. وده يعلمنا إن احنا نخلي دكتورة رونا مثال لينا في الإنسانية والرحمة، ولما نقابلهم ننور لهم طريقهم.